السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة أول حاجة كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد. ربنا يعيد علينا وعليكم الأيام بخير إن شاء الله. آه، طيب. النهاردة مش شرح ولا حاجة. تمام. النهاردة في موضوع أهم من الشروحات. مواضيع كتيرة بيحصل نصب باسمي. تمام. وبشتى الأنواع. في اللي بياخد شوية صور من عندي وعامل لها جروب وبينشرها ويدخل ينصب على الناس ويعمل لهم بلوك بعد كده. وفي اللي بياخد اللي بيكون نفسه هو اصلا مشتري سورس مني ويجي ينزل ناس تتفرج عنده والسيرفر تمام و100 100 وزي الفل، حول لي فلوس بعد كده برضه سلامتها ام حسن. تمام. وفي كذا نوع. تمام. اخرهم بقى مين؟ واحد عسل وكرييتيف. تمام. راح عامل نفس صورتي الشخصية. تمام. وعامل كل حاجة تخصني. تمام. مش الجروب، لا البروفايل. اه نفس الصورة، الباك جراوند وكل حاجة عاملها زي الفرق بس في عدد الأصدقاء اللي عنده غير اللي عندي. تمام. المهم، فطبعا الناس دي أنا حذرت كتير. تمام. وفي منهم اللي أنا قدرته رغم ان انا عارف ان هو حرامي، وقدرته وكلمته وعارفين نفسهم. انا عارف ان كل الحراميه هيتفرجوا برضه على الفيديو ده. فالكلام بقى عشان المره دي خلصنا الكلام، نتكلم في الفعل شويه. تمام. طيب. منهم اللي اسمه الته عارف نفسه. تمام. انا حذرته وكده. انا المره دي قلت اول حرفين من اسمه عشان هو كفايه على كده المره دي. تمام. بعد كده لا، هنزله صريح. هجرس من عجلي. تمام. عشان انا كفايه اذى بسببكم. يعني انتوا طب انت انصب باسمك، انصب باي اسم فيك. انت تنصب باسم انا ليه يا اخي؟ فمش ما عنديش طولة بال كل يوم الحوار. تمام. واحد تاني شريك كرولوس نفس الموضوع. طيب دول يعني لسه شويه، يعني على كديهم. النصاب بقى العالمي اللي يستاهل بقى موضوع النهارده اللي هو مين؟ واحد اسمه ابو جودي. بس مش ابو جودي، في واحد اسمه ابو جودي، راجل محترم. انا ما اعرفوش بس هو اسمع انه راجل محترم. فده اللي بيجلده بقى الاخ الحلو ده الابيض ده. تمام. هو اللي بيجلده اسمه، لا مش ابو جودي، ابو ريان، لا مؤاخذه. ابو جودي ده واحد تاني، ابو ريان. تمام. بس فطبعا الراجل ده الله ينور عليه يعني شغال تبارك الله، هو اللي عامل الصفحه الفيك دي. تمام. ونصب له على واحد على تطبيق اللي اسمه باينس او حاجه زي كده. تمام. نصب عليه راجل اجنبي وجا كلمني قال انا فاكر ان هو انت وكذا وكذا وكذا، ونصب عليه. تمام. في السورس ال 5517 اللي هو اصلا مشتريه مني. تمام. وانا كنت اقدر اذيه ومع ذلك كبرت. تمام. طيب. دلوقتي نصب على واحد تاني بتاع ده في 1500 على اساس ان هو على اساس ان هو انا والكلمتين الحلوين دول، وعاش عليه اللحظه وبيجي يحكي معاه ايام وشهور ولا كده يعني. المهم وجلبه في 1500. تمام. وخلاص واحنا اتصرفنا وهنرجع له الفلوس ان شاء الله. تمام. طيب. آه انت عايز ايه؟ يعني انت ايه رايك؟ يعني قول لي انت مثلا ايه رايك، عايز نعمل ايه؟ لو انت مكان تعمل ايه او مكان الناس اللي بتشوفني دلوقتي، قول لي اعمل ايه. يعني انا عديت لك مره والتانيه والتالته. تمام. طب عايز نعمل لك ايه تاني؟ طيب. تحب يعني مثلا تحب ناخد رقم الكاش. تمام. وناخد المحادثات دي. تمام. واطلع على بحث الانترنت واقدم شكوى فيك. تمام. ان انت بتنصب باسمي وبتنتحل شخصيتي. تمام. وعندي كل ما يثبت ده. تمام. وهم يتصرفوا ويجيبوك. انت عارف دي اخرتها ايه؟ انت متخيل عارف اخرتها؟ سنتين سجن وغرامه. طب انت لحد دلوقتي نصيب لك على 3 4 وكلهم بيكلموني. قال لو كل واحد خليته يعمل محضر انت هتقضي بقيه حياتك كلها في السجن. طيب. ده حل تاني. ينفع اروح اتصل بابوك او اتصل بالوالده. تمام. واجي اكلمها واقول لها ابنك حرام يا حجه. تمام. طيب. طيب يعني انت تحب نأذيك ازاي؟ ما هو في 100 طريقه وطريقه نقدر نأذيك بيها. يا ابني صدق بالله يا اخي، صدق بالله. لو عايز اخلي ابوك نفسه، ده لو كان عايش، ولو كان ميت الله يرحمه ويسهل له. تمام. يجي لحد عندي في البيت ويجي يعتذر لي يبوس راسي، هخليه يعملها. يا اخي اتقي الله في اهلك. انا مش عيل زيك. تمام. انا راجل كبير ومعايا عيال وما احبش ابني يحطني في موقف وحش، فعشان كده انا مش عايز احط ابوك في موقف وحش ما تحسدش عليه.
ابسط ما فيها محضر واحد معفن، محضر واحد معفن بدا كله. باينس نفسه ده ولا اسمه التطبيق ده اساسا ممنوع في مصر، انا عملت اكونت عليه ولغيته عشان خاطر ان هو ممنوع اصلا. تمام. انا لو جيت اثبتت الكلام ده ورحت قدمت فيك شكوى، دي لوحدها قضيه. الثلاث اربع سرقات ادي كام قضيه، انتحال شخصيتي لوحدها قضيه. يعني انت بسم الله ما شاء الله صباح الفل يعني. لا ومستعد عادي، ممكن هروح واحضر المحاكمه بتاعتك وانزلها لايف كمان على القناه عندي، على الاقل حتى تعلي الريتش شويه. انت عايز ايه؟ وفي الاخر ايه عارف ايه اللي هيتم؟ هيجي ابوك وهيجي اهلك، ده لو كان ليك حد هيتحايلوا عليا انا والناس دي كلها ان احنا نتنازل. والسرقه ما فيهاش تنازل، يعني لو سمحت حتى في حقي، تمام، حق القانون ما بيتسمحش فيه. تمام. يبقى يعني حتى لو احنا حبينا، لو ربنا رحمك وسامحناك، تمام، ما القانون نفسه مش هيسامحك وهتتحبس. طب انت هتستفاد بيه لما تاخد لك سنتين ثلاثه حبس يا ولدي عشان 1000 ولا 1000 ونص يا حبيبي؟ ما تروح اتعلم لك حاجه واشتغل. انا نبهت مره واثنين وثلاثه والناس كلها اللي عارفاك. انا ما رضيتش اكلمك انت عشان انا ما عنديش طول بال الحوارات، بس كل الناس اللي عارفاك وعارفه حواراتك انا بعت لهم وقلت لهم يكلموك عشان تلم نفسك. لكن اكتر من كده انا مش عارف. اكتر من الفيديو ده انا عامله ليه؟ الفيديو ده انا عامله حجه، خد بالك انا كنت اقدر اطنش. والراجل اللي مكلمني ده واحد يعني اللي سخن الموضوع ان واحد مكلمني يشتمني يقول لي انت نصبت عليا وفلوسي وترد على الناس وانت ما بتردش على الناس. وانت عارف واحنا خلصنا الحوار على ايه. تمام. وكده كده فلوسه رجعت له. طب يا ابني انت عايز ايه؟ طب ما هي بالعقل كده، قول لي انت عايز ايه؟ عايز تتحبس؟ لو نفسك تتحبس يا عم انت كده كده هتشوف الفيديو، علق يا عم ورد وقول لي والله انا عايز اتحبس، وقول لي الاعلى ما في خيرك اعمله يا عم ايمن. تمام. وساعتها انا اتصرف. يبقى حرام يا ابني. طب ادي الفيديو ده انا بعمله ليه؟ بعمله حجه. حجه ليه؟ عشان لو كملت في الموضوع اللي انت ماشي فيه ده وانتحال شخصيتي وتنصب على الناس وتقلبهم بناء على شخصيتي، تمام، ما تزعلش مني. وابوك ما يزعلش مني لان اكيد هتلف الايام وهيجي يشوف الفيديو. تمام. عشان لو بكره وبعده جاني وقال لي ولدي ومستقبله هيضيع والحقني وما تلحقنيش، هقول له والله انا اهو اتفضل، ولدك انا ولا كانه ابني، دللت عليه 4 5 مرات اتحايل عليه محايله عشان خاطر يتوب. تمام كده. وده اللي انا عامله من الفيديو عشان يبقى حجه قدام ابوك بعد كده. تمام. فاتقي الله في نفسك، اتقي الله في نفسك، اتقي الله في نفسك. وكده ولا كده كل جنيه يا اخي. بص عارف لو ما صليتش، صليتش النهارده وما صليتش وجيت صليت بكره، ربنا هيغفر لك ويسامحك. تمام. اي ذنب مع ربنا غفور رحيم بيسامح فيه. لكن حقوق العباد والله لو ميت شهيد ما هتدخل الجنه بسبب حقوق العباد. يعني انت هنفترض، بص انت دلوقتي خدت لك من الواد الاجنبي مش عارف خدت لك منه 70 80 دولار حلوين ماشي. انت تعرف انت دلوقتي لو رحت حاربت وجاهدت في سبيل الله وبقيت امام مسجد حتى، بص لو هقول لك ايه تاني اكتر من كده، ومت برضه هتقف قدام باب الجنه لحد ما تخلص حق الكافر ده منك. يا اخي اتق الله في حقوق العباد شويه. بص انا تعبت، ده كان اخر الكلام. تمام. فاتق الله في نفسك. وبالنسبه لباقي الناس ما حدش يزعل مني، يبقى المره دي اعتبروا الكلام للكل. الراجل ده دي نزلت شخصيه اهو، نزلت صوت اللي منزلها هو. تمام. ولو عايزين نوصل لبياناته هننزل ونشرده عادي. تمام. بس انا المره دي اكتفيت ان انا ايه اعرف الناس. تمام. بعد كده والله ما هسمي على حد ولا هكبر بحد عشان الفيديو ده هيبقى حجه على الكل. تمام كده. فيا ريت الكل بقى يتفرج عليه للنهايه. تمام. طب بالنسبه للناس اللي بيتنصب عليها، يا اخي اتق الله كمان انت في نفسك وبطل طمع. اعمل حاجه صح يا اخي، اعمل حاجه انا وحش اعتبرني انا وحش وشغلي وحش، ما تاخدش مني يا اخي، روح شوف حد تاني احسن مني ومن اللي خلفوني وخد منه شغل، بس ما تجيش تدور على انه يتنصب عليك بس. تمام. طب اللي عايز يتواصل معايا اهو شايف على الجروب بتاعي اهو. تمام. اهو وسائل التواصل بتاعتي كلها مكتوبه اهو في البانر. تمام. ومكتوبه في شرح الجروب، وصف الجروب. تمام. واهو عامل لك بوست مخصص في كل حاجه اهو. اهو في كل حاجه تقدر توصل لي بيها. تمام. طب شايف الجروب نفسه انا بنشر باسمي الاكونت الشخصي بتاعي اهو. اهو. تمام. مفيش حد غريب بينشر لان عشان خاطر الحوارات دي حسابي. بص ده رقم انستا باي اللي انا هقول لك حول عليه، وده رقم فودافون كاش اللي هتحول عليه، وباي بال باسمي بتاعي. تمام. فعايز ايه تاني؟
ف... وانا ان شاء الله لو كده الموضوع كده هيجرفنا كده، لا عادي ممكن اعمل بطاقه ضريبيه وبتاع ده واتنقل واعمل اسمه ده، واوثق البتاع ده، واوثق الفيسبوك واريح دماغي عشان خاطركم. فيعني اتقوا الله في نفسيكم. تمام. قناه اليوتيوب بتاعتي اهي، اهي بص، اهي كل حاجه برضو عليها، كل وسائل التواصل. بص ده اللينك نفسه بتاع القناه مكتوب فيه رقم تليفوني اهو. فاي حد يديك اي رقم غير الرقم ده 011 بتاعي ده او 010 الثاني هم مكتوبين، تمام، لا يبقى ده نصاب. حلو كده. والجروبات بتاعتي اهو، الجروبات بتاعتي فينها؟ ده الجروب ده، تمام. والجروب الثاني اللي اسمه شيلد بريك اللي انا عامله للبوتات والحاجات اللي زي دي، تمام. يبقى هم دول الجروبين وبنشر فيهم باسمي، تمام، اهو اللي هو ده، تمام، اهو نفس الموضوع. فالله يكرمكم، اتقوا الله في نفسكم، وربنا يصلح حالنا وحالكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.